فاينانس أوسيس كروت شخصية. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيقنا النهاردة تطبيق للقروض الشخصية، تطبيق محمله 100,000 مستخدم، تقييماته 2.8 من 10، تقييمات زبالة جدا. تطبيق طبعا بيقولك إن أنت ممكن تاخد مبلغ قرض ب 8000 جنيه تسددهم 8436 جنيه. طبعا الكلام دوت كله وهمي. يعني ايه كله وهمي؟ يعني انت حضرتك هتحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب، هيطلب منك اذونات، تديله الاذونات ان هو يخش على سجل المكالمات بتاعتك، على اللوكيشن بتاعك، على الفيسبوك بتاعك، على الصور والفيديوهات بتاعتك. بعد كده بعد ما بياخد الاذونات بياخد وقت من 20 ل 30 دقيقة عشان يكون اطلع على كل الحاجات اللي موجودة في تليفونك وخد منها اللي يعجبه او المهم او السري او المستخبي. بعد كده بتخش انت بقى عشان تاخد القرض. بيقول لك هنا الحد الاقصى والمدة 91 يوم. للاسف شديد بعد ما تخش انت بقى وتطلب القرض اللي انت عايزه، ماشي، واللي هو بيبدأ من 600 جنيه وصولك 390 جنيه، تخش على مدة القرض. مفيش الخانة بتاعت مدة القرض ان انت تفتح المدة فتزود الأسبوع تخليه أسبوعين أو 3 أو شهر أو شهرين. لا، للأسف الخانة دي مقفولة. هي شغالة 7 أيام بس. شغالة 7 أيام بس. يعني إيه أخد منك مبلغ آه، 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 تقريبا 220 جنيه على 600 جنيه، 220 أو 240 جنيه على 600 جنيه. ليه وفي أسبوع؟ فايدتك كام في المية؟ وفايدتك كام في المية أسبوعيا؟ هي بالأسبوع ولا بالشهر؟ اقل حاجه تبقى بالشهر او بالسنه. عشان انت مثلا باخد قرض من بنك بيبقى يحسب لك فايده بالسنه، لكن انت تبقى في الاسبوع تاخد مثلا 35% ل 40% من قيمه القرض اللي انت مديهوني، وتقول لي اخرك اسبوع. طب ولو ما سددتش في خلال الاسبوع بتعمل ايه؟ بتضيف عليا غرامات. توصل واحد ياخد 600 جنيه يدفعهم 1600 جنيه غرامات. وطبعا بالتهديد والابتزاز ان انت في جهات الاتصال بتاعتك هنتصل بحماك، هنتصل ب نسيبك، هنتصل مش عارف بعديلك، هنتصل بأبوكي، هنتصل بجوزك، هنتصل مش عارف بمين عشان يهددوكي ويهددوك بالصور والفيديوهات اللي هم واخدينها من على تليفونك. والقرض ما بيعديش مدة الأسبوع. مفيش حد دخل على التطبيق وقال لي إن أنا تعليقات إن هو أنا خدت قرض على 3 أشهر وسددت بعد 3 أشهر والتطبيق زي الفل. مفيش كده. الكلام ده مش موجود. وتقييمات التطبيق تشهد. لو انت بقى عايز تلبس نفسك في الحيط وتاخد وبياناتك تتسرق منك ببلاش، لان في ناس كتيره جدا بتخش على التطبيق ياخد منهم الاذونات ويستنوا من نص ساعه ل 25 دقيقه، ولا من ربع ساعه ل 25 دقيقه ل 30 دقيقه، وبعد كده يقول لك ايه حضرتك لا يمكن ان انت نديك قرض. يكونوا خدوا منك كل البيانات، خدوها منك ببلاش مجانا. فاهمني؟ فانت رايح هتستلف فلوس فبتقلع لا مؤاخذة ملط قدام التطبيق. صورك، فيديوهاتك، جهات اتصالك، فيسبوكك، كل حاجة عشان اقدر انا اعرف امسكك من الاجل اللي بتوجعك. لو انت مدفعتش الفلوس، لو انت اتأخرت، لو انا عملت عليك غرامة وانت قلت لا مش هدفع الغرامة، الغرامة دي كتيرة، وفي نفس الوقت انا بشجعك وبقول لك تعالى خد مني كارد وعلى 3 اشهر. لكن الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. لو مش مصدق جرب بنفسك. مفيش حاجة اسمها 8000 جنيه، مفيش حاجة اسمها مدة 91 يوم. الكلام ده بلح. بلح أمهات كمان. لو مش مصدقني جرب بنفسك، بس يا ريت تكتب لي في التعليقات تحت الفيديو بتاعي انت عملت ايه والتجربة كانت سيئة ولا كانت جيدة، عشان الكل يستفيد منك. احنا هنا لا بنعلي تطبيق ولا بنوطي تطبيق، احنا بنقول الحقيقة. سواء التطبيق كويس بنقول عليه كويس، لو التطبيق مش كويس بنقول عليه مش كويس. لو ما كنتش عارف اي حاجه عن التطبيق قبل كده وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناه، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد المفيد في عالم التطبيقات.